حكاية الفنانة كوثر العسال مع ابن خالتها وجوزها التاني الفنان محمد وفاء اللي قعد 20 سنة مستنيها عشان تتطلق ويتجوزها. يلا بينا نعرف التفاصيل. هنبدأ بالزوج الأول للفنانة كوثر العسال، وهو الفنان القدير عبد المنعم إبراهيم. الفنانة كوثر العسال كانت الزوجة الرابعة في حياته، وهو كان الزوج الأول في حياتها. فضلت معاه تقريبا 20 سنة حتى وفاته، عشان تتفاجئ بابن خالتها الفنان الكبير محمد وفيق بيعترف لها بحبه ليها انه بيحبها منذ الطفولة، ولكن ما قدرش يعترف لها وما قدرش يتجوز غيرها عشان يستناها لحد ما تتطلق من الفنان عبد المنعم إبراهيم ويعرض عليها الزواج. وفي الحال وافقت الفنانة كوثر العسال، وبعد دورها في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي اللي أدت فيه دور زوجة الوزير اعتزلت الفن تماما. وللأسف سنة 2011 أصيبت الفنانة كوثر العسال بالمرض اللعين، وفي سنة 2013 اتوفت إلى رحمة الله تعالى. قرر الفنان محمد وفيق بعد وفاتها التبرع بمجوهراتها لصالح علاج سرطان الأطفال، وتبرع ببيتها وكل اللي فيه من أثاث للشباب المقبل على الجواز. وأوصى الفنان محمد وفيق إنه يدفن جنبها بعد وفاته. ويذكر إن الفنان محمد وفيق اتولد في اسكندرية لأب كان بيشتغل أستاذ جامعي. أتم دراسته الثانوية في المدرسة المرقسية الثانوية في اسكندرية، وحصل على بكالوريوس فنون مسرحية بالتفوق سنة 67. وللأسف توفي الفنان محمد وفيق في 14 مارس 2015 بعد وفاة زوجته وحبيبة عمره الفنانة كوثر العسال بسنتين، وده كان عقب عملية قلب مفتوح أجراها في مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة، ودفن جنبها زي ما كان موصي. أما الفنانة كوثر العسال فمن مواليد 26 نوفمبر سنة 1939، يعني أكبر من زوجها الثاني الفنان محمد وفيق تقريبا ب9 سنين. ويعتبر دورها في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي هو أبرز أعمالها اللي سابت من خلاله بصمة عايشة حتى خلص الفيديو. لو عجبكم لايك وشير وفولو للبيج.